في ايه يوم؟ خدتوه خدنا عبد الله. يلا بينا. عندك انا عربية فيسبا بيب بيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير واحسن صحة وسعادة دايما ومتجمعين دايما في الخير ان شاء الله. كنتوا تتفرجوا على الفيديو ده الصبح قولوا صباح، هنقول لكم صباح الخير، ولو بتتفرجوا عليه بالليل هنقول لكم مساء الخير. متجمعين دايما في سعادة دايما ان شاء الله. وروح على الحاجة رانيا. صباح الفل وصباح الهنا لو الفيديو جاي لكم في الصباح، ومساء الفل ومساء الهنا والفيديو نازل لكم في المساء. اخباركم ايه احلى متابعين في الدنيا ومتابعين رانيا داوود واولادها. بحبكم يا اللي مفيش حد زيكم. بحبكم رغم حبي كله ده عمري برضه ما هيوفيكم حقكم يا احلى اخوات في الدنيا واحلى حبايب في الدنيا، حبايب رانيا داوود واولادها. المهم بقى يا حبايبي، احنا جانا لكم النهارده، مش قلنا لكم اللي جاي جديد والجديد كله جديد وهنجي لكم بالمفاجآت. هقول لكم حاجه حلوه بقى يا اولاد تبقوا معايا فيها وتقولوا لي صادقه ولا لا. الوقت بقى حان بقى موعد عودتي للاتزان النفسي بعد كل العواصف المراحل اللي انا والعيال دي مرينا بيها. حان موعد ان احنا نبدا بسم الله البدايات الجديد، بسم الله في الفرحة الجديد، بسم الله ربنا يوفقنا ويوفقكم، بسم الله ربنا يفتحها علينا وعليكم، بسم الله ربنا يسترنا ويستركم يا أحلى متابعين واخوات في الدنيا. بسم الله على أحلى أم وأحلى صحبة واحلى عيال واحلى ام حبيبتي نور عيني، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها. محتاجه منكم دعوه خالصه من قلوبكم لامي، كل موتانا وموتى الناس جميعا، وابي وكل موتى الناس كلها اللي تحت التراب. يا حبايب قلبي جايه لكم بفيديو جديد جايه لكم بحاجه عظمه. احلى هديه بقى يا اولاد. تعالى يا عبد الله علشان خاطر هنخلي الفيديو ده نار. انا كنت راح اغني لبنت الجيران يا حاج. بنت الجيران بنت الجيران شغله لنا عينيا. هو انا بنت الجيران؟ اما والله العظيم. ما انت هنا في دار تانية وانا في دار تاني. طب الدار دي فيها ايه؟ انت في الدار الصفراء. لا انا عاوزه الدار البيبي بلو. عايزه البيبي لا بلو. تتأمر. المهم صافيه زي صفاء السماء، وصافيه ونقيه زي نقاء القمر، ونشع شمس وضوء. عربيه فيسبا بيب بيب. طبعا يا احلى محبين واحلى متابعين، طبعا ايه رايكم؟ عندك انا وعشنا وشوفنا وجالنا كراتين يا ولاد. احلى كراتين جات لنا يا ولاد. يلا بينا نوريكم كراتيننا. انا قلت لك ايه، مش هزغرط الا ما اخلص، بس المفاجاه دي والهديه دي بصي هتخلونا نزغرط بقى. نرجع لكم بقى اولا الزغروطه دي متاخره. الزغروطه دي المفروض الحاجه دي يا جماعه كنا يعني جت ووصلت من زمان بس اتاخرت في وصولها، بس ومجيها، بس ما حبناش نبخل عليكم بالفيديو ده. احنا ما نفرحش لوحدنا، احنا اتعودنا معاكم المصداقيه، وتعودنا معاكم اللي احنا كتاب مفتوح، وتعودنا معاكم احنا ما بندارش حاجه عليكم. احلى هديه جات لنا من احلى اخت واحلى صحبه، احلى ام واحلى انسانه في الوجود، ربنا يخلف عليها كل حاجه حلوه. يلا احلى ادينا كمان زغروطه. بصوا يا حبايبي والله وعشنا وجالنا كراتين يا ولاد. جالنا كراتين من احلى اخت واحلى ام واحلى صاحبه واحلى معرفه، اختنا وحبيبتنا اللي مش عاوزه تقول اسمها. قالت دي هديتنا وهديتنا ومفاجاتنا. دي كانت قبل كانت قبل يا حبايبي مشكله الارض. كانت الحاجه دي جايه بس اتاخرت، ويما جت مشكله الارض اتاخرت شويه كمان، بس برضه يما وصلت النهارده ما حبناش ناخد الموضوع لنفسنا ونكتم عليه. احنا طول عمرنا كتاب مفتوح، طول عمرنا كتاب مفتوح. ما يجيلناش حاجه كده ولا كده وندكنها كده ولا كده، لازم نوريها لكم ونعرفها لكم علشان انتوا اخواتنا وحبايبنا، وكمان تفرحوا معانا، واحنا عارفين ان انتوا بتفرحوا لنا زي ما احنا بنفرح لكم. طبعا انا عارفه الاسئله اللي هتدور جوه دماغكم، والاسئله اللي كل هيحب يفكر فيها، حتى القنوات برضه هتتكلم على تقول طب ما انت الوقت في ظروف يا رانيا وعندك قطعه ارض عاوزه تسددها. يا جماعه الحاجه دي اصلا من قبل موضوع قطعه الارض زي ما انا قلت كذا مره في الفيديو، وبعدين دي هديه، وشكرا جدا اللي هاديه لنا الهديه، كتر الف خيرها. هي هدت الهديه وجت مشكله الارض، هي اتاخرت بس في المجيه وفي الظهور. كتر الف خيرها وربنا يخلفوا عليها بالخير والسعاده والرزق الوفير، ويا رب. هما كمان موجودين يا جماعه، بقالهم برضو شويه برضو في البيت،
بس ما كانش بيتسمح لنا فرصه ان احنا نصورهم برضه. طبعا احنا كنا في الوقت اللي هي كانت جايه فيه كانت مشاكل وزعيق وبتاع، هي ايام بالظبط وكان بدأ حوار طبعا الارض بس طبعا كانت لسه ما وصلتش، حتى بعد ما انهينا قطعه الارض لسه وصلت الشقه، والحمد لله لسه جايه من يومين الحمد لله. يعني كنا برضو مضغوطين في امتحانات نور، وشفنا بس ايه حاجه بسيطه كده حبينا نفرح وانتوا تفرحوا معانا، ويلا بينا بسم الله البدايات، بسم الله نشوف كلنا مع بعضنا. بسم الله اخواتي وحبايبي وكل حد بحبه في الدنيا يتفرج معانا. بسم الله عليك يا اعز ام واعز اخت على الهديه الجميله دي. ايه رايكم؟ ما هم الناس الحلوين يطلع منهم كل حاجه حلوه، ما هم الناس الجدعين اللي جدعنتهم تبان عليهم، هم الناس اللي هم قلبهم صافي من جوه واللي حاجتهم تبان كده جميله. يا احلى اخوات واحلى امهات واحلى اولاد، بحبكم وبتمنى لكم كلكم الخير. يا رب يوقف لكم ويسخر لكم جنود الارض وملائكه السماء. يا اولاد يا بركه دعاء الولدين وبركه دعاء ام ليا، طلعت امي بتحبني يا اولاد وده عيالي، وجالي كمان هديه وجالي كراتين. يا اولاد نادي لاختك ونادي لاخوك ونادي لجارتك نادي لحبيبتك نادي كله يفرح معانا. بصوا عاوزه دعوه صادقه من قلوبكم لصاحبه الهديه، قولوا لها ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطرنا، ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يكبر بخاطر كل انسان بيكبر بخاطر حد. يا رب ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، ذوقها من نعيم الله ويسعدهم يا رب سعاده الضرير. طبعا الهديه مش بقيمتها، بفرحتها حبتها ان هي بس افتكرتك بس وحبت تهديك. والله العظيم انا الفرحه مش سيعاني. وبصوا يعني انا ببقى نفسي اهدي لكل انسان بيحبنا كده في الله، وكل اخت بتحبنا في الله بهديه او من غير هديه، ببقى عاوزه اهدي لها محبتي وانتمائي واحترامي وتقديري له. بحبكم وبتمنى لكم الخير. وايه رايكم في ايه الهديه؟ ايه رايكم يا اولاد؟ ايه رايكم في الهديه الجميله دي؟ قولوا لي بس قولوا لي بقى اللي ما فرحان لنا بالهديه دي. المهم بقى يا حبايبي وريناكم هديتنا وكده. طبعا هديتنا يعني الفرحه طلعت ناقصه شويتين. ليه بقى؟ احنا كنا مكلمين الناس اللي يجوا يركبوها لنا ويعملوها لنا. طبعا احنا لما ركبنا التكييف اللي كان قبل كده كان فيه مشكله في الكهرباء، وعملنا سلك من بره وصلناه للعداد، وكنا مصورين لكم كل حاجه وموثقين لكم كل حاجه. المره دي لما جبنا نركبها قبل ما نركب قالوا شوفوا بتاع الكهرباء قبل ما كان يجي يعني، فاحنا جبنا بتاع الكهرباء وجه شافها. للاسف وروهم يا نور الكهرباء الموجوده. احنا مشكله البتاع ده. عندنا الكهرباء هنا الشقه طلعت محتاجه، هم كانوا قايلين قبل كده من اول ما جينا نسكن الشقه محتاجه شده كهرباء تتعمل كلها سلوك من اول وجديد، تتعمل في قلب الشقه من اول وجديد. كاننا بنعملها الكهرباء من جديد. الكهرباء دي قديمه بقالها اكتر. اساسا يا جماعه لو فاكرين ان احنا برضو التكييف اللي كنا عاملينه في الاوضه ده كنا تعبنا فيه كتير. ممكن تبقى توريه لهم برضو، مخرمين الجدار كله من كل حاجه. لو رجعتوا للفيديو القديم هتلاقوا ان احنا مخرمين الشقه كلها اساسا. مش على كده بقى، المهم ان احنا على الاقل كنا عالجناها وعملنا حاجات دخلت لها في 5000 جنيه، السلك بالتركيب مش عارفه ايه لحد العداد. طبعا علشان نعمل ده قال لك لازم نعمل شده في قلب الشقه كلها للشقه كلها. يعني طبعا انت جديد مش هنقدر للكهرباء. احنا طبعا زي ما انتم عارفين كذا مره قلناها مليون مره ان الشقه مش شقتنا، هي ايجار، وكمان ايجار من غير عقد، وكمان مش علشان كده بس ان هي دي مش هيتخصم من الايجار اللي احنا يعني من الفلوس بتاعه الايجار لو غيرنا. هم ما لهمش دعوه، كمان هم مأجرينها كده بعيوبها، يعني هم راضيين بها كده، فاحنا مش هنشيلهم عبء ان احنا نركب الحاجه دي. كنت اتمنى ان انا اركبها على الاقل تطر علينا والحته تهوى علينا، لان الشقه هنا نكمه خالص. حتى لو شفتوا الفيديو بتاع التكييف الاولاني اللي جه يركب التكييف قال لي الشقه اللي بروح فيها واعرق فيها وابقى حران كده فيها يبقى فعلا محتاجه تكييف، الشقه اللي بروح اشتغل فيها ونحس ان الدنيا لطيفه وما تبقاش محتاجه تكييف كده. فقال لي انت محتاجه في كل ركن هنا تكييف. بالفعل الحمد لله ربنا رزقنا وعوضنا خير وخلفنا خير، وربنا سبحان الله يا ولاد ربنا يعني لما بياخد بدي، ربنا لما بياخد بدي ولا انصرنكم ولو بعد حين. انا قسما بالله كان متاخد مني 5 مراوح يعتبروا كانوا متاخدين مني. سبحان الله جالي مره تكييف، والمره دي الحمد لله الذي يتم بنعمته الصالحات. طبعا هنركب المروح
لا المروحه طبعا هنركبها الوقت قدامكم كمان، بس التكييفات اشتغل محتاجه كهرباء وشد الكهرباء. احنا رابطين الكهرباء بفتل لانها بتفصل علينا يا جماعه. الكهرباء العاديه اللي هي الثلاجه بس بتفصل علينا، تخيلوا بقى الثلاجه وبتفصل علينا، دول لازم لهم تكلفه تانية. انا لو شلت البتاع دلوقتي هتلاقيها فصلت لوحدها. انا ممكن اشيلها لكم بس افضل اتعب فيها لغايه لما لا بالنبي عشان ما تقولش. لا وكمان لما البلاط بتاع المطبخ اتبلط ما تبلطش الا لما الميه كانت رشحت تحت على اصحاب البيت وكانت هتوقع البيت، غير كده ما كانش المطبخ يتبلط. فاحنا دلوقتي مش هنجبر اصحاب البيت ان هم يعملوا شد الكهرباء للبيت من جديد، وهيبقى في تقصير من جديد. واحنا بصراحه لما كانوا بقول لك امشي انت جايه تتعبينا من ساعه ما جيتي، من ساعه ما جيتي عماله تعملي لنا ما اعرفش كهرباء ايه ما اعرفش ايه. امشي ما يمكن تبقى فتحه خير، ما يمكن دي بدايه الخير، ما يمكن ده بدايه ان احنا هيبقى لنا بيه، ما يمكن ده بدايه ان احنا فعلا نقف على رجلينا. ولو هنعمل حته كده اهوت نقفلها علينا يا جماعه، ولو هنعرشها ونقعد فيها ونبقى نركب التكييفات دي تبقى هي فتحه الخير، نعمل التكييفات دي فيها. ولو هو بقى ما تمتش وما عملناش بيتنا دلوقتي وكان في سكن في يوم من الايام تاني وكهربته حلوه ولا سكن احلى، يمكن ساعتها نركبها. بس الحمد لله نقول صاحبه الهديه ربنا يبارك فيك ويصلح حالك ويكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطرنا، ويعوضك خير زي ما عوضتنا خير، ويكرمك يا رب زي ما اكرمتينا، ويخلفوا عليكي يا رب بالسعاده والصحه والستر وراحه البال في صحتك وفي ولادك ولاد ولادك وفي حبايبك وفي دنيتك وكل اللي بتحبيه. على حسب طبعا عندك ايه طبعا على حسب ربنا يرضيك. طبعا انا محتاجه منكم تدعوا كل. بصوا كل اللي كان بيقف جنبي كنت دايما بطلع اشكرهم من اول ما جاتنا اهو، من اول ما جاتنا اهو. اي حاجه بسيطه سواء عايز برضو يتذكر او مش عايز يتذكر، الشكر ليهم طبعا. بصوا من لا يشكر الناس لا يشكره الله. اللي ما بيشكرش الناس ربنا ما بيشكروش. واحنا في ناس تقول الحاجه دي احنا عاوزينها تبقى بينه، يعني تقولوا احنا مين وكده، وفي ناس بتادي وتقول لا احنا من خلف الكواليس ودي مننا ليكي هديه وكده. بس احنا ما بنحبش نيجي لنا هديه وما نطلعش نقول لكم عليها. بنحبكم تفرحوا معانا عشان احنا عارفين ان انتوا بتحبوا لنا الخير. يلا يا عبد الله هات كده المروحه بقى ما نفتحها كده بقى بجنب عشان الزاويه دي بتطلعك منوره بزياده. وفي ناس بتتضايق. بقول لك يا حاجه في ناس بتقول عليا حاطه بودره. والله يا ستي انا تعبانه. شوف النهارده رحت بعد ما انت قلت حاطه بودره، والله التعليق جاي لي وانا في الشغل. بصي وشك وريني البودره اهو انا لو في بودره ولا في حاجه كانت بانت في ايديا. بتفكري ما كنت بروح المدرسه يمسكوا الطرحه البيضاء يقعدوا يدعكوا وشي وتطلع بيضه زي ما هي. بيقول لك الحلو ايه، بيقول لك الحلو حلو حتى لو قايم من النوم، والوحش وحش حتى لو غسل وشه كل يوم. هو مش قالت احلى منك وزر. وبعدين قولي يا نقاء القلوب، انا ولا انا حقد على حد ولا انا بكره الخير لحد، ودايما بيقول لك حبي لاخيك الخير كما تحب لنفسك. انا دايما طب قومي تصوري في الزاويه اللي بتجيبك مظلمه شويه معلش عشان النور الطاغي الزياده ده وجع علينا. يا اختي انا قاعده هنا عشان هناك الحته عشان هنا التكييف مفتوح جايب عليها شويه هوا، مفيش مروحه هنا في الصاله وخلاص يا ولاد. هنركب مروحه هنا اهو والحمد لله. وهنشوف برضو حل للتكييفات، هنشوف حد تاني برضو يجي يشوف الحاجه، ولو ظبطت هنركبها وما ظبطتش يبقى يمكن تبقى فتحه خير ولا بدايه خير وكده. هيبقى ناقص لنا بقى ايه يعني لو هنعملها لبيتنا الجديد هتبقى ناقص بقى الاوضه من اوضنا كده ناقص لها بقى تكييف. التكييف الكبير ده نحطه في الليفنج بقى من ضمن احلامي، والتكييفات الصغيره تبقى في اوضه النوم. يبقى انا بقى ايه يبقى في اوضه فينا ابقى بقى ساعتها احوش واجيبها لها. طبعا تعالوا شوفوا يا اولاد ايه الحلاوه دي والعظمه دي والجمال ده. مروحه يعني ما شاء الله. مين اللي هيركبها يا معلم؟ عبد الله الباشمهندس عبد الله. المهندس عبد الله. الباشمهندس عبد الله هيقوم بتركيب مش محتاجه الكهربائي ده يا جماعه. التكييف كنا طبعا الكهربائي كان اللي هيعملها بس فقدنا الامل يا جماعه. طبعا احنا اول ما سكننا هنا المروحه اللي عبد الله حرقها كان هو اللي مركبها. فاكرين كان لسه صغنون كده. شفتوا يا اولاد دخلنا في 4 سنين اهو. يعني احنا لما جينا يا ريتك ما غسلتها يا عبد الله، يا ريتك ما غسلتها. ما راح تتصلح يا بنتي. ده غسالة قامت تف علينا ما يعني كده. هو الوقت احنا بنصلحها برضو، هنجيب لها موتور جديد وهنصلحها مش هنرميها. بس برضو يعني ايه برضو المكان هنا محتاج كذا. عامله زي الرادار. تعرفي عامله زي الكاميرات. كاميرات. انت مراقب بالكاميرات. يا حبايبي ان ربنا ما بيكبر بالخاطر ويعوض. والله ما ركبتهاش اصلا من تحت، ما بيبقاش في احسن ولا اعظم منه.
بجد والله. طبعا ممكن في حد يقعد يقول طب انت مكان دول ما صدقتيش مثلا وكده ليه؟ لان دي هديه يا جماعه، مش انا اللي شارياها، دي هديه وكانت جايه من قبل مشكله الارض، بس اتاخرت في مجياها هنا في الشقه. هي ده بس اللي كان كده. فانا يعني كتر خير اللي هدت، وهديه جميله جميله جميله. ويما ده بصوا احلى هديه من احلى اخت في الله، واحلى هديه كده يا رب كده زي ما قلت لكم، ربنا يخلفها عليها بالخير، وربنا يكرمها ويعزها ويعز اصلها، ودايما يا رب من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم، ودايما تكون مجبورة الخاطر يا رب ومنصوره. مام ماما help me mom. واخده راحتك انت يا بنت انت ومتهنيه يا اخي في ايام خضتوه خضتوه يا اخي. لقيتي معلش خضتوه. معلش نام معلش. ايوه سنكحي. يا سلام يا ايوه سلام سنكحي. يا سلام. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت بتعمل ايه؟ بطل جاي فيلا. التانية قلت لك ما بتصورانيش ليه؟ بص هتروح له ازاي؟ انت نايم انت، ده انت نايم لما انا ما نمتوش يا ابني. ده نايمه بقالها 60 ساعه من قبل ما نصور الفيديو. طبعا يا جماعه هنا هي المروحه عبد الله ركبها. شغالها؟ شغال يا عبد الله ورينا. يلا بينا على الساحل. يلا الساحل احنا كده بقى. يلا بص المروحه القطه مبسوطه ازاي بقطه. القطه سعيده قطه. بالمروحه. بص رفعت راسها ازاي للمروحه ومبسوطه بالهواء. تنزل الوقت تستكشف المروحه، دلوقتي عاوزه تنزل تشوف المروحه. اشمعنى ملهاش نفس؟ التانية بص استنكحت ازاي وبصت للمروحه ازاي يا ماما. بص المروحه ازاي بتقول الله جبت لنا مروحه. عرفت ازاي بتلف النار؟ مش مفيش هنا الزرار شده والناس. الزرار الاحمر ده اهو والله احسن من بسم الله ما شاء الله. وعايزه بقى طبعا المروحه دي عبد الله ركبها بسم الله ما شاء الله. الحاجات اللي جت لنا الجميله دي ربنا يسعدها زي ما سعدتنا، وربنا يكبر بخاطرها زي ما جبرت بخاطرنا، وربنا يفرحكم زي ما احنا فرحنا، وعقبال يا رب الفرحه الكبيره يما نسد علينا وربنا يوفقنا، وعقبال الفرحه الكبيره اللي دي تبقى فتحه خير علينا. يمكن تبقى فتحه خير ان احنا نحطها في بيتنا قريب او زي ما ربنا كاتب لنا، او بقى شقه تانية، او نصلح الكهرباء اللي هنا. الله اعلى واعلم ايه اللي احنا هنعمله وايه اللي هيجي. المهم الهديه مقبوله، والف الف الف مليون شكر، والف الف الف مليون شكر ليكي على الهديه الجميله دي. زي ما قلت كده الهديه مش بقيمه الحاجه ولا ثمنها، الهديه بمحبتكم، وكفايه اللي هي حبتنا وكفايه اللي هي قدرتنا، واحنا قدرها ده بنعزكم وبنعزها وبنعز كل حبايبنا، وعمرنا ما دارينا حاجه، عمرنا ما خبينا حاجه. شكرا على الهديه دي فرحتنا كتير. ممكن حد يقول ده فرحه مبالغ فيها، لا والله العظيم ده لو حبايه حلاوه وهديه احنا فرحانين بيها، فما بالكم حاجه جميله زي دي وقيمه زي دي. ما شاء الله ان بعد الصبر جبر. ربنا لما بيجبر الخاطر وياما الانسان بيصبر ربنا بيديله احلى ما عنده. ربنا بيعوض الانسان. كان عندي حاجات اتاخدت مني جالي حاجات احسن منها، فربنا يكرمكم يا رب ويرضيكم. وطبعا مستنيه منكم كلمه حلوه لصاحب الهديه، واتمنى منكم يا رب دايما تبقوا معانا وفي ظهرنا وواقفين معانا بكلمتكم الحلوه بدعوتكم الطيبه، وتدعوا لاولادنا واولادكم وطلبه الثانويه العامه كلهم ربنا يوفقهم وينجحهم. طبعا ما ظهرتش معانا في الفيديو، هي بس صوتها بس ساعات بظهر معانا في الفيديو. منكم تدعوا لي لان انا تعبانه شويه، بتمنى منكم تدعوا لي ربنا يشفيني ويقدرني عن اللي انا اقف على رجلي واكمل مسيرتي للنهايه. وشكرا لكل اللي وقفوا جنبي سواء ماديا سواء معنويا سواء نفسيا باي طريقه، اللي قالوا في حقي كلمه طيبه. ربنا يجازيكم يا رب ويكرمكم ويعوضكم خير ويكرمكم يا رب ويرضيكم دايما. وكده بقى كده نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب بقى ما تنسوناش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس لكي يوصلكم كل جديد من قناه رانيا داوود واولادها. اي فرصه هنعمل فيديوهات ليكم، وبعد كده ننزل بالشريط بعد امتحانات نور والشريط يلا باي. شكرا